تاني حلقة من بروتوكولات التعامل مع الجست. أنا أول ما بشوف زبوني، أول ما بشوف الجست وبستقبله من المطار، إيه أول حاجة بتكلم معاه فيها؟ هل بتكلم معاه مثلا أشرح له الشارع صلاح سالم عرضه قد إيه طوله قد إيه؟ لا 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 لا. الراجل اللي جاي ده، الجست اللي نازل لك ده، هو حتى لو نازل قبل كده هو مش عارف حاجة، يعني هو عايز حد يدله. فأنت لازم يكون عندك السنس ده. بمعنى ايه؟ انا بتكلم في ايه بقى؟ اقول له، اساله الاول حضرتك غيرت فلوس في المطار؟ هيقول لك اه، يبقى تمام. ما غيرتش، قول له في مكنه سحب فلوس في الاوتيل، حضرتك تقدر تسحب فلوس، وفهمه انك هتسحب بالمصري، مش هتطلع لك فلوس باليورو ولا بالدولار. وهتقول له سعر الصرف في اليورو رسمي قد كده في البنك، والدولار رسمي قد كده. يبقى هو راجل عارف، انت بتديله خلفية وتفهمه انه انت معدل مصروفاتك اليومية مثلا هتبقى بقيمة 1000 جنيه. خليهم في جيبك بوكيت ماني. ليه؟ علشان انت هتدفع المشروبات اللي هتاخدها في المطعم، او لو ملهوش غدا هتدفع غدا. يعني تفهمه انه انت لو معاك كارت فانت محتاج اي حاجة لو هتشتريها من اي محل او اي حتة هتشتريها بالكارت بتاعك. لكن مصروفات الليكيد بوكيت ماني بتاعتك بتكون في المعدل ده يعني. وتفهمه انه في ناس هتقابلك كتير بياعين هيطلبوا منك انك تغير يعني هما معاهم كوينز، يورو كوينز، واحنا البنك بتاعنا ما بيقبلش الكوينز. فالناس ديت بياعين يعني بياعين متجولين بيبيعوا للجست، والجست بيدفع لهم باليورو كوين. فبيجمعوا الكوين ديت ويقولوا لك ايه، خدها واديني بدلها ورق يعني، ورق. فما فيهاش مشكلة يعني. دي بتبقى حاجة يعني مصرح بيها. ده طبعا مش تغيير عملة ولا غيره، ده مصرح بيها ان هو بيديك الكوين عشان انت هتعرف تتصرف فيها في بلدك، وتديله بدلها عملة وهو يروح يغيرها من البنك او من شركة صرافة يعني. دي حاجة. يبقى في موضوع الفلوس انت هتقول له السعر قد ايه، وحضرتك بص في جوجل عشان تعرف سعر الصرف اليومي. عايز تغير فلوس، اسحب من مكنة الفلوس موجودة في الأوتيل. أي بنك ليه مكنة فلوس في الأوتيل وتسحب منها، وبتسحب بالمصري. بتفهمه موضوع العملة دي ايه، ويبقى كل حاجة ماشية مظبوطة ورسمية، وبتحط الجست ده على نور يعني. وبعدين بتفهمه بعد كده ان احنا هنروح الاوتيل، وزي ما هو متبع ومعروف ان احنا بناخد الباسبورات عشان نسجلها، وتاخدها وانت واقف، وبتبتدي تمضي في في الريسبشن على some infos للريسبشنست يعني. بتفهمه. بتيجي الخطوة التانية بتقول له الباجاجيست او البلمن بيديك ورقة وانت داخل الاوتيل. الورقة دي حضرتك بتديها للريسبشن، لانه بيكتب فيها رقم الأوضة. فحضرتك بتطلع الأوضة، واحنا بنبعت لك الشنط بتاعتك على باب الأوضة بناء على الورقة اللي بيسلمها الريسبشنست للبلمن. ادي حاجات مهمة لازم تقولها له. لازم تقول له كده. لا، امال انت هتكلمه في ايه؟ مش لازم تقول له الدنيا هتمشي ازاي عشان يبقى الراجل فاهم. فاهم 1 2 3. بعد كده بتكلمه تقول له ايه الهدوم المناسبة اللي بترتديها للزيارات، وايه الشوز المناسب. وفهمه انك انت في مصر اغلبية الاماكن يا اما رملية يا اما صخرية، يستحسن انك تلبس شوز مقفول علشان تبقى مريحة بالنسبة لك، ويكون شوز مريح. بلاش بقى الشباشب والصنادل والحاجات دي. فهمه عشان ما يتعورش، عشان ما يتخبطش في حجرة ولا حاجة يعني. كمان تفهمه انه مناسب انك انت تلبس الصبح حاجة قطنية او كتان او حاجة او شميز وجاكيت عليها، لان احنا في الشتاء ده طبيعي. وبالليل ممكن تبرد اكتر، لو انت خارج بالليل خد حاجة تقيلة عليك.
تفهمه انه ما يشربش ميه من الحنفيه، مش عشان احنا الميه ملوثه، لا طبعا، بس علشان هو معدته ما بتستحملش المواد المطهره اللي بتبقى موجوده او المعقمه اللي في الميه، فاشرب ميه معدنيه. الحاجات ديت لازم تقولها له، وانا هعمل حلقه تانية افهمكم ايه الحاجات اللي تتقال اول ما تقابل الجست بتاعك. شكرا.